حظ وطاقة برج الثور. نبدأ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الثور، عندك قلق وعدم ارتياح بسبب موضوع شاغل بالك، ممكن يخص العمل، ممكن يخص الأسرة. الموضوع ده عامل لك عدم ارتياح، في علاقة مسلطة عليك وشخص نرجسي بارد في التعامل معاك يا برج الثور. تعبك نفسيا وعامل لك أرق، وحاسس ان الوضع مش مرتاح فيه وانك مش ثابت ولا واقف على ارض صلبة. برج الثور اهم حاجة عنده في العلاقات الثبات، لازم دايما تطمنه ان انت مش هتختفي فجأة من حياته. برج الثور بيحب العلاقات الدايمة والمستقرة والمستديمة، دايما من الابراج المخلصة في تعاملها مع كل اللي حواليها، بتتقن عملها لأقصى بعد، لأقصى حد. برج الثور، انت مش عارف انت عايز ايه، مشتت، عندك طاقة تشتيت كبيرة جدا الفترة دي، طاقة تفكير في امور متأزمة في حياتك، بتفكر ازاي تتخطى الوضع. حاسس ان انت وحيد من غير مساعدة اي حد في حياتك يا برج الثور، لكن انا شايفة ان دي ايام وهتعدي، وعندك بداية جميلة وجديدة وبشارة خير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. تفائل يا برج الثور، فدايما الخير نصيرك، ودايما بتاخد على قد نيتك الجميلة. عندك حسم في قرار وخطوة وأمور أزعجتك، خلاص أخدت قرار نهائي بالخروج بقوة من القضبان يا برج الثور. في رزق جاي في الطريق إليك، هيفرحك كتير جدا وهيعوضك عن اللي شفته، لكن احذر، في طاقة حسد جاية مع الرزق ده وهتحط عينيها عليك وعلى رزقك يا برج الثور. حاول تداري كل حاجة جديدة بتدخل حياتك. عندك بشارة خير، بشارة مال وحق راجع لك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هتكون في موضع قوة وأبواب فرج هتتفتح لك يا برج الثور، أكتر من باب، انت صبرت كتير جدا، وده نتيجة الصابرين، جزاء من عند ربنا. الخير اللي جاي لك ده يا برج الثور. برج الثور، البعض من مواليد برج الثور عنده جواز أو ارتباط أو ترسيم علاقة هتاخد شكل رسمي يا برج الثور، وعندك استلام منصب وترقية للي بيسعوا للمنصب والترقية في مجال العمل. والبعض من مواليد برج الثور عنده حسم أمر معين وقرار قاسي جدا مع شخص أذى قلبك. انت واخد القرار ده غصب عنك يا برج الثور، لكن انت خلاص عملت وقفة مع نفسك واخدت القرار. حياتك العاطفية مش مستقرة الفترة دي، وده شيء زعجك جدا يا برج الثور. برج الثور دايما بيسعى للاستقرار، لكن حياتك العاطفية مش مستقرة اليومين دول، لكن عندك نصرة قوية بعد تعب وبعد خذلان يا برج الثور بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هتخلص من القلق وعدم الارتياح اللي عشت فيه فترة كبيرة جدا. عندك الفترات اللي جاية كلها انفراجات ونصرة من عند الله وتعويضات على صبرك اللي انت صبرت كتير قوي يا برج الثور. أبواب خير هتتفتح لك، عندك أكتر من باب رزق هيتفتح لك، هتنبهر من كتر الأرزاق اللي هتجيلك يا برج الثور. برج الثور من الأبراج المحظوظة في أواخر 2024 بإذن الله، والله أعلى وأعلم. بشارة خير ورسالة جايلك في الطريق هتسعد قلبك جدا. القرار اللي انت خدته بيزعجك بخصوص الحبيب أو الشريك، لكن ده أحسن قرار أخدته الفترة دي يا برج الثور، مش هتندم عليه أبدا، بل بالعكس هيجيلك بعده انفراجات واستقرار وهناء في حياتك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. لو وصلت معايا هنا عزيزي برج الثور، ما تنساش اللايك والاشتراك، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.